حاسس فعلا إن أنا هتخنق، وطلعت الشارع وما كنتش عارف أنا هروح فين ولا لمين، وهقول لأمي إيه وأبوها وصحابي وقرايبنا. أنا فعلا في ورطة كبيرة. مرت الدقايق والساعات وأنا قاعد ومعرفش مرت إزاي، وإيه أصلا اللي كان هيهم إذا كان الوقت بدري ولا متأخر، إذا كان مفيش حد مستنيك. المهم بعد ما زهقت من القعاد والتفكير قررت إني أرجع البيت، ولما فتحت بمفتاحي عشان ما ازعجهاش قلت لأن جايز تكون نايمة ولا حاجة، وقربت من غرفتها عشان أطمن عليها. لكن اللي حصل رعبني بجد. سمعتها وهي بتتكلم مع حد. قلت إيه ده؟ هي بتخني؟ وإمتى؟ يوم فرحنا؟ أي عفة وشرف اللي كانوا بيتكلموا عنها دي. كسرت الباب ودخلت لغرفتها بسرعة، وكان في راجل مديني ظهره. حاولت أمسكه عشان أكسر دماغه، لكن مسكت الهوا بعد هو وأنا وقعت على الأرض. وساعتها رفعت وشي عشان أشوف وشه. كان فعلا وسيم، يمكن يكون أجمل إنسان شفته في حياتي. لكن ده مش سبب. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة مكتوب على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.